ragazzi, come state؟ عاملين ايه النهارده؟ رجعنا لكم تاني برنامجنا فاتشلي وقناتنا امبارح كنت سارة عشان نشوف حلقتنا النهارده بتتكلم عن ايه. ما تنسوش لو اول مره تشوفوني تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وشير لكل اصحابكم. تقدروا كمان تتابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك والتيك توك زي ما تحبوا. حلقتنا النهارده بقى بتتكلم عن لاجنسيا اموبيلياري، يعني مكتب العقارات اللي خدنا المحادثة بتاعته المرة اللي فاتت. انصحكم قبل ما تشوفوا الفيديو ده ترجعوا لها تاني. النهاردة بقى حلقتنا هتتقسم لجزئين. اول جزء لتجيكم ما اقرا معايا لين بيجاتو، انا الموظف وهتكون انت ليبينج اللي رايح يسأل عن شقة عايز يأجرها. الجزء التاني من الحلقة هنبدأ نحل بقى تمارين على الديالوجو ده، وعلشان كده انا مش هشرح تاني الديالوجو كان بيتكلم عن ايه والكلمات اللي فيه. فلو انتوا اول مرة تشوفوني يا ريت ترجعوا الاول للفيديو اللي فيه شرح الديالوجو، بعد كده تبدأوا تعملوا معايا التدريب بتاع النهاردة. cominciamo، يلا بينا. buongiorno. Certo, di che cosa ha bisogno? Vuole comprare o affittare? Che zona preferisce? Quanto vuole spendere al mese? C'è un monolocale a 390 euro oppure un bilocale a 500 euro. È in centro, è una mansarda e di 25 metri quadrati, un solo locale con angolo cottura, divano, letto e bagno con doccia. Sì, preferisce il mattino o il pomeriggio? Va bene alle 16? L'appartamento è in via Cavallotti numero 57, dietro la piazza del mercato. Mi può lasciare il suo numero di telefono? Ok, grazie. Ci vediamo lunedì alle 16 davanti all'appartamento. A lunedì. كده يبقى خلصنا la prima parte della lezione، أول جزء من الحصة بتاعتنا. لو حاسس إن أنا برد بسرعة ممكن توقف الفيديو لحد ما تقرأ الجملة بتاعتك. La seconda parte della lezione، الجزء التاني من الحلقة، esercizi. شوف بقى التمارين بتقول إيه. Segna con una crocetta se queste espressioni sono vere o false، يعني علم بإكس على التعبيرات دي إذا كانت vere صح أم false غلط. Living in un'agenzia di viaggi، living في وكالة سفريات. برافو عليكم، فالسو. ليه فالسو؟ علشان طبعا أجنسية دي موبيلياري في شركة عقارات. 2. Living vuole spendere più di 500 euro. طبعا فالسو، انه عايز حاجة ماسيمو 400 euro، يعني حد أقصى تكون ب400 يورو. 3. Il monolocale costa 390 euro al mese. Bravi, vero. In bagno c'è la vasca ed un massaggio. برافو عليكم، فالسو. طبعا الحمام ما فيهوش اللي هي البانيو بتاع الجاكوزي ده. L'appuntamento è lunedì mattina alle 10. طبعا فالسو، لأن هو قال دي بوميريجو الظهر وحدده كمان alle 16 الساعة 16. طيب اللي بعد كده، living cerca un appartamento in affitto. bravi, vero، يعني بيدور على شقة إيجار in affitto. living vuole una casa al mare. living عايش بيت على البحر. طبعا فالسو، برافي. اللي بعد كده il monolocale una mansarda. المونولوكال اللي الراجل قال له عليه، اللي بيجاته قال له عليه، اللي هو بيبقى عبارة عن أوضة واحدة، ده كان una mansarda على الروف على السطح. طبعا فيرو. عندي بعد كده il monolocale ha 2 camere e un bagno. طبعا فالسو، لسه قايله لكم ان هو بيبقى عبارة عن
يعني حجرة واحدة. طبعا هنا مش due camere ولا حاجة، يبقى فالسو. آخر سؤال، l'impiegato parla cinese. الموظف بارلا تشينيزي، بيتكلم صيني. فالسو، لأنه بيتكلم إيطالي. Ora tocca a te. الآن الدور عليك بقى. كومبليتا الديالوجو، هتكمل الديالوجو ده لوحدك. الديالوجو ده الامبيجاتو بيقول الأسئلة وانت المفروض هترد عليه. طبعا لو ذاكرنا كويس جدا الديالوجو اللي احنا عملناه هنقدر ان احنا نجاوب بسهولة، وده هيكون الكومبيتو بتاعنا. هسيبكوا تحلوا الديالوجو، هقرا معاكم بس جمل الامبيجاتو وانتوا بقى هتردوا عليا دلوقتي وانا بقوله معاكم الإجابة الصح، وتكتبوا لي الإجابات في الكومنتات عشان أصححها لكم. هي كلها من الديالوجو اللي خدناه لو انتوا خلاص فهمتوه ذاكرتوه كويس. Buongiorno. Certo, di che cosa ha bisogno? Vuole comprare o affittare? Che zona preferisce? Quanto vuole spendere al mese? Abbiamo diverse soluzioni per lei. Quando è libero per vedere gli appartamenti? D'accordo, la chiamo io. بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. انتظروني في حلقه جديده. معاكم ساره البحيري. alla prossima. ciao ciao.